السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي في حلقة جديدة من حلقات ممثلينا. هنتكلم عن الفنان محمد فخري. محمد فخري هو ممثل مصري، ومن أشهر أعماله مسلسل الأيام سنة 1978. للأسف الفنان محمد فخري اللي ظهر في فيلم البيضة والحجر غير معروف تاريخ ميلاده أو تاريخ وفاته، إذا كان توفى إلى رحمة الله، الله أعلم. محمد فخري من أعماله الفنية اللي شارك فيها مسلسل حكاية ميزو، مسلسل الأيام، مسلسل دموع في عيون وقحة، مليون في العسل، فيلم حلاوة روح، فيلم الطائر الجريح، فيلم الذل، ومن أشهر أفلامه اللي شارك فيها فيلم البيضة والحجر، وكان بيعمل دور القهوجي المربوط اللي راح للشيخ عشان يفكه من ربطه. وشارك في فيلم الصرخة، وفيلم الإرهاب والكباب، وفيلم رغبات، وفيلم المرأة والسطور عام 1997. ومن بعد فيلم المرأة والسطور غير مسجل له أو مرصود له أي أعمال أخرى، أي منذ عام 1997 ربما ابتعد عن العمل الفني نهائيا أو توفى، الله أعلم. إننا نتحدث عن الفنان محمد فخري صاحب شخصية القهوجي في فيلم البيضة والحجر مع الراحل أحمد زكي.